هنعيش من بعد نهاية عام الحزن، عام معروف في السيرة النبوية، عام الحزن اللي حصل فيه أكبر حدثين أثروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تساقط قدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السبورت سيستم بتاعه. دول كانوا أكتر اتنين بيعملوا سبورت، دول أكتر اتنين كانوا بيساعدوه بيساندوه بيقفوا وراه في التحركات بتاعته. يا ترى لما ده يحصل حالته هيبقى شكلها ايه؟ الدنيا اتحركت ازاي؟ الأزمة بدأت تنور منين؟ وكان موقف بداية نور الأزمة دون اتحرك ازاي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة دي بدأ يعمل environmental analysis، بدأ يبص على الانفايرمنت بتاعه وبدأ ياخد قرارات ازاي يتحرك بصورة مختلفة وسط الانفايرمنت اللي بقى هوستايل عدائي، والتعامل معاه كان تعامل شاق جدا.